قلب يداعبه الغرام فينطق، وإليك شارقة الثقافة يخفق. هذه بلاد ذكرها متألق، دار بها شمس الأصالة تشرق. يحلو البقاء بأرضها وسمائها، مهج الغرام لبحرها تتحرق. كلمات مبعثها القلب ودافعها الحب، قائلها شاعر من هنا، من أرض شارقة المحبة والجمال السامي. فلا غرو أن تزدان قوافيه ببهاء وسحر عجيبين، يبهران العيون ويسبيان الألباب. وهو مع كل ما يدفق في عروقه من دم وحيوية الشباب، متمسك بأصالة الشعر العربي في حاضره، ولا يرى سواه موصلا بينه وبين غده الذاهب إليه بكل ثقة وإيمان بإشراقه وازدهاره. نحييكم مشاهدينا الكرام ونرحب بكم مع بداية هذه الحلقة من مراكب النور، ونرحب بداية بضيفنا في هذه الحلقة الشاعر الإماراتي مظفر الحمادي. أهلا وسهلا بك أستاذ مظفر. شرفنا بالقدوم وسعيدين بالمشاركة حقيقة في هذا البرنامج. أستاذ مظفر، يعني مظفر الحمادي شاعر يغزل من القوافي برودا يزين بها قامة الحياة، فتخطر بها في دلال عجيب. هكذا على الأقل أقول أنا بعد أن قرأت شعرك. فماذا يقول مظفر الحمادي عن نفسه؟ والله في الحقيقة أنا أقول عن نفسي أنا شاعر مقل، خضت في الغزل فترة وأدحض الأمل، ثم تأثرت بالواقع العربي كثيرا ويأست، وها أنا حائر بين البداية والنهاية. أكتب في موضوعات مختلفة تروق لي حسب الظرف، وأنا بذلك أحاول أن أفرغ بعض الشحنات التي تختلج نفسي دائما، وإن لم أقل أبدا، فأنا لا أتخلص من هموم الأمة، ولكن الواقع يحتم علينا الانكفاء. برغم هذا الواقع المرير، ألا ترى بأن التفاؤل ومسحة الأمل ضروريان في هذه المرحلة، خاصة وأنك أنت في مرحلة الشباب وتتدفق حيوية ونشاطا؟ لا، أنا أتكلم عن اليأس. أصابني اليأس من واقعنا العربي، من آمالنا العربية، من آمالنا بوحدة كبرى. نعم. من تلك الآمال التي راودتنا في الصغر عن ذلك الوطن العربي الكبير. ولكن وإن راودني التفاؤل يراودني على استحياء، فالواقع لا يعكس يعني أي قرب لذلك التفاؤل. وبالرغم من ذلك يجب أن نتحلى بالأمل. على كل حال إن شاء الله. أستاذ مظفر، يعني قبل أن نخوض في بعض أمور وقضايا الشعر وتجربتك الشعرية، هل بالإمكان أن تسمعنا شيئا من الشعر وليكن مفتتحا لهذه الحلقة؟ والله أنا سأفتتح بالقصيدة التي بدأت بها، وهي قصيدة بعنوان غرام الشارقة. نعم. هذه القصيدة كتبتها في المرة الأولى التي حصلت فيها الشارقة على عاصمة العاصمة الثقافية في الوطن العربي، وأقول فيها: قلب يداعبه الغرام فيخفق، وإليك شارقة الثقافة ينطق، سلطانها قد زانها بتطور تعلو به، ولها جمال مونق. هذه بلاد ذكرها متألق، دار بها شمس الأصالة تشرق. إني أتيتك بالحنين وليس لي إلا فؤاد جاءكم يتدفق، وشدى على الأغصان لحن بلابل، فبدت بعذب غنائها تتألق. روض تعانقه الجداول رقة، فحبته من ألق الهناءة رونق. يحلو البقاء بأرضها وسمائها، مهج الغرام لبحرها تتحرق. سلطان فيها راية خفاقة، يحمي حماها والشواهد تنطق. سلطان قد بلغ النجوم بفكره، وبنى البلاد فصرحها متسامق. هذا الكريم
ومهجتي لن تنثني عن مدحه، فبه القصائد تحدق وتمايل الشعر الوريق مخاطبا، ذاك الوقار بصورة تترقرق، تيهي ديار العز دوما واشرقي، فعلى جبين المجد نورك يبرق، وتحيتي لك في الختام رقيقة كلماتها بالعطر دوما تعبق. جميل، صح لسانك. جميل هذا التغني بشارقة الثقافة والجمال وكل هذا الألق الشعري المتدفق منك. على كل حال أستاذ مظفر، يعني أنت شاعر، والشاعر يعني متعارف عليه أنه تهزه نسمة هواء أو منظر أو كلمة أو نغمة، فيقول يعني أنت ما هي الموضوعات التي تستثيرك أكثر من غيرها؟ ما الذي يشغل تفكيرك أكثر في هذا الوقت؟ حقيقة في الوقت الحالي طبعا بجانب ما تحدثت به عن واقع الأمة، وأنا لا أخوض فيه في الوقت الحالي، إلا أن ما يشغلني تلك الوسائل الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي وسوء استخدامه في الوطن العربي الواضح من الناس. صارت تلك المواقع للسجالات والشتائم وإبداء الرأي بطرق لا تليق بنا كأمة لها مستقبل وتتأمل بحاضر أفضل. فلما ينتقل هذا السباب وهذا المستوى من التراشق بالألفاظ من العامة، وهو شيء مقبول نوعا ما، إلى فئة من العلماء وفئة من الفقهاء وفئة كذا، هذا الأمر حقيقة شغل بالي فترة كبيرة جدا. يعني أنت ترى أستاذ مظفر بأنه يجب أن تستغل هذه الوسائل لما يفيد الناس ويفيد خاصة نقول الأدب والشعر، نحن نتحدث حول الشعر. نعم، الأدب والشعر وما يفيد الناس. الاختلاف لا يفسد للود قضية، لكن اختلافنا نحن العرب اختلاف يعني في الفترة الأخيرة أصبح له يعني له ما له عليه ما عليه من الانتقاد. نعم، ولكن هناك من يرى أن لهذه الوسائل إيجابيات، ومن إيجابياتها أنها صارت نوافذ مفتوحة لمن يريد أن يصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المتابعين من الناس، ويصل بشعره وكتاباته إلى الآخرين بأقصر وأسرع الطرق. في الماضي كما تعرف أنه كان من الصعب أن يقوم أي شاعر أي أديب شاب بنشر إنتاجه الأدبي الإبداعي في الصحافة في المجلات في الدوريات، وإلا تمر عبر أنظمة متعددة من تدقيق ومن تصحيح ومن إجازة وهكذا. الآن صار لكل واحد نافذته الخاصة يطل من خلالها إلى الآخرين. هل برأيك هذا يساعد على تطور الشعر، على الدفع به إلى الأمام؟ نوعا ما. أنا نشرت عبر يعني كثير من المواقع الاجتماعية التي أشترك بها، نشرت كذا قصيدة ولقت استحسان وإقبال ومتابعين جدد حتى للملف الخاص بي، لكن الذي يطفو على السطح دائما يعني هو الغث، ويبقى السمين لا يلفت الانتباه في الوقت الحالي. فالناس يعني مثل يقول الناس دخلت في مجال لم تستطع إلى الآن الخروج منه، يعني نعم بفائدة. على كل حال أستاذ مظفر، يعني نعود إلى الشعر وإلى التجربة الشعرية الآن. أنا قبل فترة استمعت إليك في بيت الشعر هنا في الشارقة، وأنت تلقي قصيدة أعجبتني جدا، هي حانة الفوضى. حانة الفوضى، ما موضوعها؟ وإذا بالإمكان أن نستمع إلى أبيات منها أو إليها إذا كانت موجودة. هي حانة الفوضى هي القصيدة التي كتبتها على ما دار بيننا من حديث، وهو على مواقع، وهي تتناول موضوع مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامنا كعرب لهذه المواقع. نعم. الفائدة التي نرجوها من هذه المواقع، الوسائل التي اتبعناها إلى الآن. فهذه القصيدة أقول فيها: في حانة الفوضى أضعت ندائي، وتناثرت في ليلها أشلائي، وأفقت لا حولا يساند قوتي، لغتي محتها طفرة السفهاء، في كل ناحية بقية عاشق، والعاشقات يضيرهن بقائي،
والفضفضات من العذارى قلما فيها الحياء ولم يطلن عنائي. حاولت إقناع الغرام بقصتي وبغايتي وسريرتي وشقائي، لكنه الإفهام في زمن هوى فيه العقال على متون مسائي. يا حانة الفوضى وفيك متابع ومتابع من جملة البسطاء، الناسخون اللاصقون جهالة لا يعرفون تمعن العقلاء، كل يفلسف ثم ينقد غيره والجهل فيه مغلف بغباء. يا حانة الفوضى ألست بعالم مزجت به الأوطان بالأهواء، قدسية الأوطان أرفع أن ترى في حانة الإسفاف والدخلاء، فالصمت في زمن التلاسن منطق قصمت عراه جحافل الفقهاء. هذا التراشق لا يليق بجاهل واليوم صار صنيعة النبلاء. شرف الخصومة يا رفاق فضيلة ضاعت وهاجر فضلها للقائي، تاهت حمائم علمنا بمفاسد وشماتة ومكيدة عصماء. وطني وفيك تتيه كل قصائدي حبا ويسكن فضله أحشائي، لكن حبك لا يقاس بما يرى في حانة لا تستحق عنائي. جميل. صح الله يسلمك. أستاذ مظفر، يعني نتمنى من كل من يدخل هذه الحانة التي هي وسائل التواصل أن يرتب هذه الحانة من الفوضى إن شاء الله. أتمنى والله، أمنية إن شاء الله. صح لسانك أستاذ مظفر. ونتمنى من كل من يدخل هذه الحانة أن يعمل على ترتيبها إن شاء الله من هذه الفوضى. إن شاء الله. سنواصل هذا اللقاء وهذا الحوار الشيق معك لا شك، ولكن بعد أن نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، سوف نتوقف قليلا ثم نعود لمواصلة هذا اللقاء مع الشاعر مظفر الحمادي. نحييكم مرة أخرى مشاهدينا، ونواصل معكم ما تبقى من هذه الحلقة من مراكب النور، ومعنا هنا ضيفنا الشاعر الإماراتي مظفر الحمادي. نرحب بك مرة أخرى أستاذ مظفر. أستاذ مظفر، يعني كثيرة هي الموضوعات التي بالإمكان أن نتوقف عندها، ولكن نريد أن نستغل وجودك هنا وأنت من خورفكان من الشارقة. ولا شك تابعت كغيرك من الشعراء من الأدباء مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي انعقد مؤخرا. برأيك إلى أي مدى مثل هذه الملتقيات والمهرجانات تستطيع أن تدفع بحركة الشعر العربي إلى الأمام وتوصله إلى مراتب متقدمة من التطور والتقدم والازدهار إن شاء الله؟ هو في الحقيقة الشارقة دأبت على هذا المنوال منذ زمن بعيد، وهي عاصمة للثقافة العربية على الدوام. أنا أعتبرها على الدوام. أخذت المرتبة الأولى ومن لم فهي عاصمة ثقافية من الطراز الأول. نعم. هناك حاكم الشارقة صاحب السمو الدكتور سلطان محمد قاسمي يعتبر من الرعاة الأوائل للثقافة والأدب العربي، وهذه الفعاليات في مختلف أنحاء إمارة الشارقة إنما هي دليل واضح على المجهود الذي يبذله هذا الرجل تجاه الأدب العربي بصفة عامة. نعم. هذه المهرجانات شاركت أنا في النسخة السابقة في مهرجان الشعر العربي في قصر الثقافة، شاركت عن دولة الإمارات في اليوم الأول وكان لها مردود جميل. نحن يعني أنا كشاعر كان يعرفني أصدقاء كثر، ولكن بعد هذا المهرجان بدأ يعني الاسم يتداول حتى في بعض الإمارات الأخرى، أذهب إلى بعض الوزارات. نعم. بدل يعني الناس تعرفني في كل أيضا هنا يعني في المهرجان نفس الشعراء من كل الأقطار العربية يعني يلتقون ويتحاورون ويناقشون كثيرا من القضايا ويستمعون إلى بعضهم البعض، فرصة للاجتماع والتعرف أيضا. نعم، هذه الفرصة جميلة. هي في المؤتمرات حقيقة هاي من الفوائد الأولى، أنك تتبادل الثقافة مع شعراء الوطن العربي،
من الدول العربية يأتون من كل هذه الدول، كل بثقافة معينة، من بيئة مختلفة، من طريقة حياة مختلفة، كذلك من رؤى مختلفة للواقع، نعم. كل حسب تأثره. فهذا المزيج من الثقافة والتبادل لا شك أنه لا شك أنه ذو فائدة عظيمة للكل. ما دمنا في الشارقة وفي الحديث عن الشارقة ومهرجان الشارقة، هل لك من أبيات أو قصيدة تتحدث حول هذا الجو وهذه هذه الأعراس الثقافية التي تقام بين الحين والآخر في الشارقة؟ هو في الحقيقة أنا في إمارة الشارقة كتبت قصيدة ألقيتها منذ فترة في عيد الاتحاد، هدية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، راعي الحركة الثقافية حقيقة في دولة الإمارات بصفة عامة والشارقة بصفة خاصة. هذه القصيدة عنوانها ضمير الاتحاد. نعم. وهو الاسم الذي أطلق على صاحب السمو منذ فترة. حفظه الله. فأقول في هذه القصيدة: ضمير الاتحاد لكم تطير، قصائدنا يخالطها العبير وفي رباها وفاء الحب في ألق يسير. كتبت قصيدتي فرحا تجلى، ترددها الحناجر والصدور، إمارات الكرامة أنت فيها، شعاع ثقافة ولها ضمير الاتحاد رفعت كفي، وفي وجداننا الحب الكبير. قلوب بسمة السلطان فيها، لها تشدو البلابل والصدور. حبيب الشعب جاءتك الأماني معطرة وقد صدق الشعور، فما الأشعار تكفيكم ولكن أحاول، والمحبة لي سفير. لأننا للإمارات انتمينا، وفينا الحب مبتسما يسير. بسيرتك الأماني قد أعادت لنا الأفراح وابتسم السرور، لتسمو فيك شارقة المعالي بما ساق المحدث والبشير. جميل جميل. جموع الناس ليس لها دعاء سوى سلطان يحفظه الخبير، فشيخ تنبع الأخلاق منه وفي أحداقه الدنيا تسير. تتابعه القلوب بعين حب يفيض الود منها والحبور، فما للقلب فيكم من خيار سوى حب تغلفه الزهور. أقمت الفخر في قلبي وعيني، وفكرك في دنا الأخلاق نور. سألت الله أن يبقيك ذخرا، فحسبك أن يقل لك النظير. وتبقى سيدي أملا وخيرا وبدرا في سما العليا تنير. وهبت لنا فأزهرت الفيافي، بعهدك تحتفي فينا العصور. حكى قصر الثقافة عن رجال وحارت في محبتك القصور. جميل. حفظ الله صاحب السمو حاكم الشارقة. وفي الحقيقة هذا الرجل لا يوفي حقه ساحر النظم والشعر وكل الإبداع الذي ينتج. على كل حال أستاذ مظفر، يعني هذا الشعر وهذا النتاج الشعري الكثير الذي نستمع إليه عادة منك في الأمسيات وفي المهرجانات وهنا أيضا، يدفعني إلى سؤال. يعني أنت المعروف أن لم تصدر ديوانا شعريا حتى الآن، ما السبب يعني؟ والله أنا السؤال هذا طرح علي كثير من الأحيان، ولكن أنا لدي مجموعة من القصائد قد تكفي لديوان أول، ولكن هناك مجموعة من القصائد لا ترضي طموحي إلى الآن، فلا أريد أن تحسب علي في هذه المرحلة. أنت تتأنى حتى تتأكد وتكون على ثقة من أنك تدفع بقصائد لتكون في ديوان شعر. أيوة، أنا أدفع يعني أنا أريد الديوان الأول أن يكون مكون من 20 قصيدة فقط، تكون جميع هذه ال20 أنا يعني راضي عنها الرضا التام. قصائد الأولى قد يكون فيها اندفاعات الشباب، قد يكون فيها اللفظ الصريح، قد يكون فيها كذا، يعني لا ترضي الطموح في الوقت الحالي.
لكنها تمثل مرحلة معينة من مراحل تمثل التجربة مرحلة الشعرية. شخصية. نعم. طيب لو أردنا أستاذ مظفر الآن أن نطيل إطلالة سريعة فقط على هذا الصراع الحاصل في الساحة الشعرية العربية بين القديم والجديد، ويعني لنقول في الشكل، هل لك رأي في هذه المسألة؟ والله بالنسبة للشعر العربي هو أداة تعبير في الأساس، لكن سبق وقلت في بداية اللقاء أننا نحن العرب إذا اختلفنا بشدة، كل يعبر بطريقته، لكن يبقى بدون المساس بالشعر الأصيل. الشعر العربي الأصيل عمود الشعر، هكذا العرب كتبوا الشعر، وهكذا تعودت الأذن العربية وهكذا تعودت الأذن العربية والوجدان العربي أيضا على نوع القافية، على القافية التي تثير الحماس. كل موضوع تناسبه قافية معينة. فأنا في القصائد الحماسية لا أستطيع أن أستخدم حروف مقدمة اللسان كما يقال، الحروف البسيطة. نعم. استخدم حروف كالقاف التي تطلع من أو تخرج من داخل صدر الإنسان بقوة حتى أؤثر بالسامع. الهدف من القصيدة، الهدف الأول هو أن الشاعر ينفس عن نفسه. نعم. لكن في المرحلة الثانية أن يجد الأثر على الناس. نعم. حاليا هناك الشعر الحر والشعر التفعيلي هو شعر جميل، ونحن لا ننكر على أحد، ولكن من لا يكتب الشعر العمودي لا يتهجم عليه. هو يعني يقال هكذا بأن الشعر يبقى شعرا مهما تعددت الأشكال التي يتجسد فيها، و يعني الشاعر يجب عليه أن يجرب. لكن هناك رأي آخر يقول بأن الشاعر العمودي يجب، أو الذي يريد أن يجرب ويخرج إلى أشكال أخرى، يجب عليه أولا أن يتقن الأساس، والأساس هو الذي تحدثت عنه أنت. على كل حال يعني لنعود الآن إلى المشهد الشعري هنا في الإمارات. أنت أحد الشعراء الشباب الذين يرفضون هذا المشهد بالنتاج الشعري، إلى جانب مجموعة من الأسماء والأصوات الشعرية المتميزة. ما الذي يميز هذا المشهد برأيك إذا أخذنا بعين الاعتبار كثرة الناشر والدواوين والمسابقات والمهرجانات الشعرية والدعم اللامحدود أيضا من جهات مسؤولة حكومية وغير حكومية؟ هو في الحقيقة تشكر جهات الإعلام جميعها في الدولة، هي تحاول أن تقدم للساحة الإماراتية بشكل خاص نهضة شعرية ملموسة جدا. البرامج في جميع التلفزيونات التي تقدم هذه البرامج تفيد. تلفزيون الشارقة سباق إلى هذه النواحي، تلفزيون يعتبر تلفزيون ثقافي من الطراز الأول، ولا ننتقص من حقوق وسائل الإعلام الأخرى في الدولة حيث قدمت الكثير كذلك للشعر والأدب العربي. لكن هناك في رأيي الشخصي، رأيي شخصي هذا، هناك نوع من فتح المجال أو فتح الباب على مصراعيه لمجموعة من الشعراء لا تتقن الأوزان الشعرية. أنا حضرت كذا مناسبة بالنسبة للشعر النبطي، هناك أسماء طرحت على الساحة في موسيقى لا تقبلها الأذن، قصيدة مكسورة واضحة. أنا شاعر قد يخطئ في بيت من الأبيات، في بيتين مثلا من السرعات، مراجعة أخرى قد تكشف لهذا الشيء، لكن أن يخطئ على مثلا 50% من القصيدة تكون ما بين كسر ومد بالكلمة حتى يستقيم، هذه أشياء موجودة وتحصل كثيرا بين الشعراء. على كل حال أنا لدي قليل من الوقت تبقى من هذه الحلقة، إذا بالإمكان أن نستمع إلى بعض أبيات في الوجدانيات مثلا. هذه قصيدة أهديها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعنوان سيف الدولة، أقول فيها: يا من لحبك كل الناس تنجرف، يسوقهم لحماك الوجد والشغف، هذه إماراتنا بل رمز عزتنا، ماذا أقول وما أحكي وما أصف، لن ينحني رأسنا يا سيف دولتنا ما دمت فينا، فلا خوف ولا أسف، جند الخليفة ساروا في ركابكم، وللخليفة حب فيه نحترف، ذاك الذي حير الدنيا بحكمته، ورحمة في عباد الله يتصف، رأيت في عينك الأمجاد مقبلة إلى ديار لها الأعداء قد هتفوا، لك الولاء دواما من محاجرنا، يا من لحبك كل الناس تنجرف. جميل. وشكرا. لا فضفوك. سلمت.
على كل حال أستاذ مظفر، يعني نحن وصلنا إلى ختام الحلقة. أزف وقت الوداع، ولكن نتمنى أن نلتقيك إن شاء الله في برامج أخرى في أوقات قادمة إن شاء الله. أنا أنتهز الفرصة لأقدم الشكر الجزيل لتلفزيون الشارقة بصفة خاصة على هذه الاستضافة، والشكر موصول لك أستاذي على هذه الاستضافة وهذا الإطراء الطيب والمقدمة الطيبة، وأتمنى كذلك إن شاء الله أن تتكرر هذه اللقاءات ونتمنى أن تتكرر في أقرب وقت عند صدور ديوانك الأول إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. سلام. هكذا مشاهدينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مراكب النور، وكان ضيفنا في هذه الحلقة هو الشاعر الإماراتي المتميز مظفر الحمادي. وإلى أن يجمعنا وإياكم لقاء آخر الأسبوع المقبل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.